ولكن يعني ما دور النخب، دور المثقف في هذه المرحلة؟ ماذا قدمتم للعراق ما بعد 2003؟ هل كانت لكم نتائج فكرية أو كتابات أو مقالات في هذا المجال؟ إيه، كتبت أنا كتاب شيعة السلطة، وكتبت كتاب العراق الأمريكي، وكتبت كتاب الأهم والأخطر في لحظة الفتنة، كتبت كتاب عمر والتشيع، وطلعت استخرجت من بطون التاريخ الذي أهمله السنة والشيعة، لأنه الشيعة ما يريدون يشوفون علي بن أبي طالب وعمر قاعدين سويا، ما يريدون يشوفون سويا، والسنة مو مصلحتهم يقولون أن 35 قرار اتخذ عمر بن الخطاب هو من علي بن أبي طالب، ما يريدون يقولوا هذه كأنها يضعف، لكن موجودة في بطون الكتب، كأنه يضعف عمر، كأنه يضعف. ولهذا قلت كلام خطير، قلت علي بن أبي طالب ما حكم في خلافته، حكم في خلافة عمر، فلين شكلوا شراكة فصارت ثنائية. ولهذا أزهى عصور الإسلام وأفضل عصور الإسلام قاطبة هو عصر عمر، هذا العصر الزيتوني. يعني ما الفكرة الأساسية التي أراد حسن العلوي أن يبرزها في هذا الكتاب؟ أولا أسفه هؤلاء اللي يهاجمون عمر. نعم. أنا عندي سفيه من يهاجم عمر؟ مو بس سفيه، أسفه هذه، لأن هذا كيف يمكن أن يكون مسلما ويشتم عمر؟ يعني النبي محمد كان غشيم، يجعل أهم أصحابه ناس منبوذين أو ناس عليهم كذا وكذا وعليهم مثالب. معروف أنه أصحاب الرسالة أول شيء يختارون منهم اللي وياهم، اللي سوى اللي الآن هسه عيل كابتن، هذا كابتن فريق نعم. كرة قدم، من يقول روح شكل لي فريق يروح يختار اللواعيب الزينين. علي النبي محمد هذا النبي اللي متصل بالسماء، ومحمد مو غيره. من يريد يختار فريق عمل، يريد فريق كرة قدم وينازل به الكرة الأرضية والعالم كله، شلون يختار ناس من هذول اللي يصوروهم الآن على المنابر، أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة ويشتمون بيهم أو يسفهون بيهم؟ معقولة هذه؟ معقولة؟ هذا النبي ما شلون يختار يعني سيئين، شلون يختار سيئين؟ نعم. كشفت للناس أن عمر بن الخطاب كان يعطي للحسين 3 حصص ويعطي لابنه حصة واحدة. مو بس الحسين، أهل البيت. ليش؟ لأنه القاعدة اللي سواها واللي بعدين هو تتمنى أن يغيرها، قال لو أبقى لي قابل من الأيام أغيرها، وهي عدم المساواة في العطاء. قال لا أساوي بين من قاتل الرسول ومن قاتل معه. شلون هذول البارحة كانوا يقتلون الرسول صاروا مسلمين، أنا ما علي بيهم. فسوى القدم في الإسلام أو القرابة من الرسول، القدم بالإسلام، وخلى درجات. بنطبق هاي القاعدة، القدم بالإسلام علي بن أبي طالب، من القرابة بالرسول علي بن أبي طالب، من ولد علي بن أبي طالب الحسن والحسين. عمر بن الخطاب ما عنده قدم بالإسلام، عنده 6 سنين وما عنده قرابة بالنبي، إذا ابن عمر يأخذ حصة والحسن والحسين يأخذون 3 حصص. في قانون توزيع العطاء. شلون تطلعون عمر وكانوا كان يضطهد الحسين؟ ما اجى شيء من اليمن من لباس او من طعام او من زبيب اذا ما راح يركض على الحسين. الحسين كان شرس من ذاك الوقت ما يلزم. فمره شاف بالطريق قال له ما لك لا تواتينا يا ابن رسول الله؟ جاوبه عمر قال له جيت يمك ولقيت ابو سفيان وابنه يمك فرحت. قال له أنتم أهل البيت على الرأس، على رأسي. عمر يقول في كل المصادر، ابن الطبري وابن الأثير نتفق عليها المصادر أبدا. ولكن لماذا لا تبرز مثل هذه الأشياء الإيجابية بحيث تخدم الدولة المدنية ووحدة الدولة المدنية؟ هذا مهمة المحايد اللي ما يقبل يكون سني ولا يقبل يكون شيعي، ويشتموا الشيعة والسنة، لأنه مو منهم.